السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد ومميز على قناتنا. لو عندك مشكلة مع تثبيت تطبيق واتساب على جهازك سامسونج أو أي جهاز عندك محظور وبيقول لك ثبت واتساب الرسمي، وأنت طبعا أصلا بالفعل مثبت الواتساب الرسمي طبعا وبتدور على حل نهائي، فانت في المكان الصح. في الفيديو النهارده هنتكلم عن طريقه سهله ومضمونه لحل المشكله دي خطوه بخطوه، وتابع معانا للنهايه وهتشوف بنفسك الحل العملي. ويلا بينا نبدا ونقول بسم الله وتوكلنا على الله. اول حاجه معانا التطبيق من خلال الموبايل أو من خلال الكمبيوتر او اللابتوب. تمام. اول حاجه بتحمل التطبيق ده اللي طبعا هسيبه لك في صندوق الوصف. طبعا التطبيق ده بتحمله على الكمبيوتر. تمام. وبيثبت معاك. بتفتح البرنامج كده وبتلاقي حل مشكله تحتاج الى تطبيق واتساب الرسمي، وطبعا بيجيب لك في الهاتف الشغال، وطبعا في الهاتف المحظور 3 خطوات هنا و3 خطوات هنا. كل ما عليك هو اول حاجه هتجيب موبايلين، موبايل بيشتغل في الواتساب وموبايل تاني بيشتغل. طبعا موبايلك انت محظور اللي هو هنشتغل عليه، وهتجيب موبايل تاني بتدخل فيه رقمك وكل حاجه وتلاقيه فتح معاك تاني. هات اي موبايل معاك من صحابك من البيت، اي موبايل تاني معاك هتدخل بيه رقمك وتلاقي الواتساب بيشتغل معاك بكل سهوله. هتجيب الموبايل بقى وتوصله في الموبايل. تمام. وبعد كده بتعمل على سكان من خلال الزر هنا، وبتلاقي ان الجهاز بتاعك فحص بكل سهوله وظهر كل المعلومات بتاعت الجهاز. بعد كده بتروح للخطوه الاولى، بتعمل على الخطوه الاولى، بتنتظر لغايه ما تحمل. وبعد كده هي الخطوه الاولى اللي هي الخطوه الاولى بنبدا بتشغيل الهاتف ونجهزه للتثبيت. تمام. كل ما عليك انك تبدا بالخطوه الاساسيه دي وهيشتغل معاك زي الفل. بعد كده هنروح للخطوه الثانيه ونقوم بتثبيت نسخه قديمه من تطبيق واتساب. النسخة دي هتساعدنا في التمهيد لتثبيت النسخة الجديدة. بعد ما تحمل النسخة القديمة اضغط على تم واستنى شوية لغاية ما يكتمل معاك التعميم. وبعد كده نتجي نروح للخطوة الثالثة واللي هي دلوقتي ناجي لأهم خطوة، وهي ان اخذ مفتاح البيانات. ببساطة هنقوم بعمل باك اب لكل البيانات الواتساب وننتظر لحد ما ينتهي العملية بكل حاجة. بعد ما ينتهي كل حاجة من الخطوة الجهاز اللي شغال هنروح للجهاز اللي هو محظور عندك واللي هو موبايلك انت. هنروح للخطوة الأولى واللي هي برضو بيجهز كل الخطوات بتاعت الموبايل بتاعك، بتلاقي جهز معاك الواتساب وكل حاجة. بعد كده بنثبت النسخة القديمة زي ما انت شايف، بتعمل تثبيت. وطبعا بيقول لك هتجيلك رسالة على الشاشة انك على الموبايل انك تثبت تطبيقات، بتعمل على موافق. بعد كده بالخطوة الأخيرة واللي هي بيسترجع البيانات، وبتلاقي إن النسخ الاحتياطي بتاعك انتهى، ونبدأ بتنزيل النسخة الجديدة من تطبيق واتساب. تمام. بعد كده هتسجل تسجيل دخول بنفس رقمك، هتلاقي بدون أي رسائل جاتلك، بتلاقي الواتساب فتح معاك زي ما شفتوا يا أصدقائي. بخطوات بسيطة وسهلة قدرنا نحل المشكلة دي بدون أي تعقيدات. ولو استفدت من الفيديو ما تنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة، ولو لسه مشترك فعل جرس الإشعارات علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. وشكرا لمتابعينكم واشوفكم في الفيديو الجاي، ويلا سلام. وطبعا لو في أي استفسار وقف معاك اكتب لي في التعليقات وأنا هرد عليك فورا. ويلا سلام.